الحاجه لانه وجد نفسه لا عطينا له كل لا ماشي بهذه الطريقه الناس تناقش. رانا في بلاطو، رانا في المباشر، ما راناش في مكان. الطريقه بها هذيك وزاره كلمتني هذه لا بروباغندا فوالا. طيب الوزاره كلمته، واش فهمت انت من الشيء اللي قالوا؟ واش فهمت؟ دقيقه بعثوا له ميساج خاطر ما قفلوا درك كلموه في الليل، داروا السيرفيونس على جال. معليش انا قلت من الاول. شو انا يا استاذ خلينا احنا نختموا. واش فهمت من الميساج؟ نختم بلا ما نفهم. لا قول لي واش فهمت من الميساج. انا راه هو في بلاصتو، انا مانيش ما يتصلوا بيا لا بالاس ام اس ولا نتصل بهم بالاس ام اس. لا المفروض انه في مثل هذه الحالات وزارة الصحة بصفتها الوصي على صحة الجزائريين تدير التحقيقات اللازمة وتسمع وش راهي سمعت الكلام كيما هذا. يحاول تكلم معكم. لا يا ليلى درك انا ما نقدرش ما عندي لي مويا، ما عندي القدرة على اني نحقق في واش راه يقول ولا نحقق في الوثائق اللي راه يقول. ما دخلنيش ثاني في دائرة باللي نكذبوا ولا نصدقوا. وشنو اللي يدير حوايج كيما هذه، اللي يدير فيها الحوايج هذه هي معروفة، الهيئات المخولة بها عندها الصلاحية الكاملة. انا ما نقدر، انا يا سي توفيق انا ما عندي لا قدره لا نصدقك لا نكذبك لا نقول لك ليه لا نقول لك لا. نعم. لكن هذا وصيين وعندهم القدره على السماع للجميع. نعم. المفروض يديروا راي وما يخليوش هذا الموضوع. هو بصح ولكن هذا الراي ندار من قبل على حسب واش راه الاوراق تاعو. شوف يا توفيق يا خويا يا توفيق، انا سليمان صحفي لا استطيع ان اتحقق من هذه الوثيقه. بما انك لا تستطيع ان تتحقق، لماذا هذا الموقف؟ ما دام هذا اللغط اللي صاير، هذا اللغط اللي صاير، وش هو اللغط؟ هو راه يقول ان احنا ماذا بينا نخلصوها بهذه النتيجه. النتيجه اللي قالها هو وقالها الطبيب وقالوها كاع الناس. نعم. باللي هذا يا مكمل والناس تستمر في الدواء. هذا مكان حوايج اخرى يعني انا نتاسف، اسمح لي، انا نتاسف للخروج تاع الدكتور بقاط ماشي بهذه الطريقه. اللي عنده حجج وبراهين يقدمها ونتناقشوا بالتي هي احسن وبالبراهين وبالحجج وبالطرق الراقيه، ماشي بهذه الطريقه. يروح ويعاود يرجع يروح ويعاود يرجع. احنا على المباشر يعني انا اتاسف. هذا رئيس عماده الاطباء. معليش. لا خلي يعني خلوا دائما. مشاهدينا الكرام اعطيني مصير هذا المكمل الغذائي وشنو هو؟ هل توقف ما توقفش؟ واش اللي هي المصير تاعو؟ شوفي انا نمد لك، انا بديت نهضر. جو كونستات كون ديفورم مي مو. انا جو مابسي ا دير لا فيريتي، بصح هو يمشي باللي في دماغه بور. تفضل. جو نسي با. شوفي جات وزاره التجاره وهذا كلام انا مسؤول عليه للمخبر. إن نوزون فيليسيتي، شافونا باللي نخدموا في ان كومبليمون اللي نورمون نديوه نعجنوه في كراج ونطيشوه ونكسب ودائع للسكري. نو جو ريسبكت صحة المواطن وخدمتوا بلي نورم فارما مع دي دكتور بي اتش دي فارماسيوتيك. جاو هزوا عينه قال لي لولو هذا ما تكوميرسياليزيوهش، لولو هذا مي حنا قاعدين نمشيو وعندنا نفس العينات تاع تولي لو هنا كله خارج بالعينه تاعو. ما قالوا لنا والو. ومن بعد نسمعوا باللي في الليل خرج ميساج. قالوا لكم واش هو الميساج اللي قالوه لكم؟ واش هي الرساله اللي التحاليل يخرجوا ملاح؟ قلت لهم انا بشرط نعتوهم للشعب. انا هكا صافي مع ربي نخلي دمتي مع ربي. نعتوا لي التحاليل للشعب وعندي الكونتكست. يعني الدواء اللي هذا المكمل رانا الغذائي نشتغلوا يا استاذه، رانا نخدموا ما سوقناش برك. مي قالوا لنا كملوا تخدموا. لي زاناليز راهم اونكور. باختصار اختي لا اش نقول لك والله شي مؤسف في النهايه تاع الحوار تكون هكا شي مؤسف. ما كنتش توقعوا. احنا كنا نحوسوا نتيجه، نحوسوا نور الراي العام المريض والغير مريض. هي النتيجه راهو قال لك. هو قال الدكتور بقات قال له لازم ما لازمش يكون هذا، لازم تعترف انه مكمل غذائي ولازم هذا المرضى يتبعوا الطبيب تاعهم. يعني هذا الشيء اللي ما يحتاج تكون الضجه. احنا كنا نستناو يعني حجج اكبر من هذه. يا ليلى دوكا اذا نشوفوا الراي العام كيفاش راه تشكل حاجه، واذا نشوفوا نحبوا نعالجوا هذا التشكيل حاجه، واذا نخلوا الاخر حاجه. هذه راهم. شوف تحب الحقيقه وربي شاهد علينا. هذا البرودوي يعاون المريض بزاف وعندي ان ريكول تاع 10 سنين. هذه الحقيقه. نو مينرفي با نجيب لكم هذه سوبر سبورتيف كانوا في لوبيتال هذه عندهم الحقيقه 7 سنين. هذه الحقيقه. ولا كان شفيتو على لا بريمير
شفيتو على لا درنا- بروميير درنا فوا اللي عدة- جيتو عدة- جبت لكم ان تيموان ولدو سي ان شامبيون لا في وتبع حنا تايكواندو شوف حنا قال لك عنده 8 يا طاوله معايا دكتور حنا تبعنا الموضوع بطريقه مهنيه نعم. وكان لازم علينا نتبعوه وانت جبت كل شوف الاوراق يا مدام والله والاثباتات. ماشي على جال الشعب الجزائري والله ما تلقوني هنا vous allez me voir ailleurs وشوفوا سكو جو فو سكو فال مي برودوي الله غالب الله غالب الله غالب انا الوالد نحييه الوالد عطاني ان اوردر ستا ميليتار قال لي اسمع بلادك اتونسيون راني نخدم في بلادي وندير ثقه في الوزاره الوصيه تاع بلادي يقولوا لي الجزائري باللي راح يشوف سعر يفرحوا ويشوف حاجه خير منها الله غالب احنا خدمنا إذن- عند الناس مشاهدينا الكرام بهذا انهي معكم هذه الحلقه من